طبعا الاشهر ابن الخول اللي اسمه ابن تيميه، وبقيه البهايم ابن الخول اللي اسمه ابن تيميه وبقيه البهايم ابن الخول اللي اسمه ابن تيميه وبقيه البهايم وهو يعني الهجوم على ابن تيميه اساسا هجوم غريب جدا. انت ليه بتهجم على هو ابن تيميه اساسا جاب البلاوي دي كلها منين؟ ما هو من الاسلام نفسه. اللي عايز بقى اللي هو حته الايه، التفاصيل بقى، عارف التاتش الايه الاسلامي الجميل ده، يحطه على ايه، يعني الكيكه كده قدام تحط عليها قلوط الخرا بحيث ان يبقى ايه كل شيء يتظبط يعني. فابن تيميه يعني اعتقد يعني فتوى التطرس دي بتاعت ابن تيميه سالوه بقى، بيقولوا له يعني لما لو التتار كانوا حاطين في الصفوف الاولى المسلمين فهل نقاتلهم ولا؟ فقال لك اقتلوا دين ابوهم يغاروا في داهيه وسيبعثوا على نيتها. ما دي الفتوى اللي بيستخدمها الجماعات السلفيه في التفجيرات وبتاع، يقول لك طب الناس الابرياء مثلا اللي بتموت دي يقول لك يبعثوا على نيتهم. واللي هو قصهم الحياه اساسا، هو احنا عايزين جايين هنا نموت ونقتل وبتاع، وهو حياه الناس لا تعني عيش صراصير عن شويه الاوباش الهامه. عشان كده انا كلمه دايما اللي راضيه عنف وحش، لما واحد يبص لك بهذا حياتك انت تبعث على نيتك. انا مش هبعث اساسا، انا هموت خلصت، ما فيش بعث اساسا. يعني انت ضيعت حياتي بقص امك هدر كده عشان افكار الهلاوس الدينيه اللي في ذهنك بمنتهى الاستخفاف. فانا فعلا من حقي برضه للاسلام يعني. وما فعلوا اولاد الاحبه اللي هم الجماعات الزفت دي زي الاخوان اديك مثلا اكبر مثال، وكلامها يبدو غريب يعني بالنسبه لنا، اقول لك ازاي يطلع منه. شويه الجرابيع اللي هم الجماعات الاسلاميه بالذات، اللي هي الجماعه الاسلاميه والجهاد والوساخه دي كلها، انت مثلا تسمع عن انت ايه دايما العمده او الاراء اللي هم دايما بيقولوها بيستندوها منين؟ ابن تيميه. ماشي؟ ودايما مثلا ايه الاستشهاد بايه؟ اللي هي فتوى التطرس. لما ابن الاحبه منهم يروح يحط لي قنبله مثلا في مدرسه، ولا يعمل مصائب اللي اولاد الشرموطه اللي بيعملوها دي، فايه يا عم ده الموضوع ده على فتوى التطرس ابن تيميه. ابن تيميه نفسه اصبح رجل سيء السمعه. الناس اي حد يقول لك ابن تيميه ده متطرف وابن تيميه ده ابن دين كلب وبتاع، ايه اصبح رجل سيء السمعه على يد شويه الجرابيع واولاد الاحبه دول. طيب سيبك بقى من القصه دي، همسك لك انا مثلا في فتوى التطرس. فعلا في فتوى اسمها فتوى التطرس لابن تيميه، وليها سند. هو ابن تيميه بقى بالتاصيل الشرعي والاوانطه والحاجات الجميله دي، لكن سيبك من التاصيل الشرعي ده. فتوى التطرس، سيبك من كلمه فتوى وخدها انها راي بتاع التطرس. يقول لك ان الموضوع ببساطه ان الاعداء بيحطوا المسلمين في الصفوف الاولى عشان لما تبتدي الحرب لو انت ضربت فالمسلمين اللي هيموتوا. فهو افتى انك انت ممكن تضرب على اساس انك انت ما تخسرش الحرب، ما تخسرش وبقى المسلمين دول يموتوا، يقول لك يبعثوا على نياتهم، بس ايه انت ضرر اخف من ضرر بهذا المنطق. هل الراي ده غلط؟ يعني انت اسال اي واحد عسكري، قائد عسكري، هل الراي ده غلط؟ لا، الراي ده صحيح. لكن ولاد الاحبه الجرابيع خدوا الفيلم ده عملوه في قصه ثانيه خالص، واصبح بقى يروح يعمل لي قنبله، يفجر لي بتاع ده. ايه يا عم التطرس؟ اصبح ابن تيميه رجل سيء السمعه. الحقيقه يعني وغريبه، زي اقول لك غريبه انها هقول لك ازاي يقول كلام زي ده. ابن تيميه ده فحل من الفحول. 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 يعني مش عيل تافه ببرابير في بير السلم بيهرتل، لا بالفعل. يعني بصراحه يعني ما في ناس مثلا طلعت في الاعلام اتكلمت وابن تيميه وقال مش عارف بدون ذكر بقى اسماء، انتقدوا ابن تيميه، صح؟ انا دايما اضحك بسبب الموضوع ده، بس طبعا يعني ما احبش اقولها، بس خلاص بقى اقولها. انا بتخيل ان لو ابن تيميه دخل عليهم الاستوديو ولقى الراجل واتيفر اسمه ايه بيشتم او بينتقد ابن تيميه، فانا متخيل رد فعل ابن تيميه. انت عارف ايه اللي هو هيرفض النقاش. اول حاجه هيقول لك الراجل اللي بينتقدني ده لا يجيد التحدث باللغه العربيه السليمه، لغته غير سليمه، لغته بها عجمه، لا يجيد
تكوين جمله نحويه سليمه نحويا بصرف النظر بقى كمان عن النطق. فواحد زي ابن تيميه مش هيقعد يتكلم مع ده بالامانه، يعني هكلمك بمنتهى الصراحه. ابن تيميه ده فحل، يعني مش يعني مثلا انا لا ارى مثلا في الديانه المسيحيه واحد زي ابن تيميه. بصرف النظر اتفقت او اختلفت، فهو مش عيل في بير السيل، يعني انت واخد بال سعادتك معايا؟ مش يعني اللي هو تقعد تنقط عليك كلمتين، لا مش هو الشخص ده. الحقيقه انا يعني طب هتقول انت بتقول الكلام ده، انا بصراحه مثلا لو ابن تيميه دخل عليا الاوضه دلوقتي هعمل ايه؟ اقول له بس اسمع، اهدى وصلي على النبي واسمع كده. انت يا عم كنت في زمن ومت، وبعد الزمن ده حصل قرون عدت، القرون دي حصل فيها حاجات كتيره جدا انت غير مدرك ليه. انا يا عم ما بقولش انك انت شخص سيء ولا ابن احبه ولا حاجه، بس انت مش مدرك لكل التغيرات اللي حصلت بعد كده. فانت لو سمحت يعني ايه، الصوره عندك مش كامله يعني. فحاول انك تلم باللي حصل في الكام قرن اللي عدوا بعد ما مت سعادتك، وبعلم الكريم شوف رايك ايه.